العكس هو الصحيح. انت النهارده بتبتدي بايمان، ايمان ان انا هاخد خطوه معينه في حياتي، الخطوه المعينه في حياتي دي ممكن توصلني لشيء، تمام؟ وبعدين بيجي لك الثقه لما انت بتاخد الخطوه دي، وحتى لو فشلت بس عندك العقليه ان انا هعدل وهعمل تاني وهعدل واعمل تاني، ساعتها بيجي لك الثقه بالنفس. وهنا بقى ايه، هتحصل حاجه جميله جدا في حياتك. ايه هي؟ لما ثقتك بنفسك بتعلى في الحته دي، لغتك لنفسك بتختلف تماما في اي تحديات تانية جايه. يعني مثلا انت النهارده لو انا جيت قلت لك على تحدي الضغط 100 وانت قلت لي لا ما اقدرش اعمله، لو انت النهارده بعد شهر جيت ولقيت نفسك وصلت لل100 او قربت لل100، ثقتك بنفسك هترتفع وثقتك في قدراتك هترتفع. عارف هيحصل ايه لو انا جيت لك بعد كده قلت لك هل انت تقدر مثلا تبقى تشتغل في المبيعات في الشركه عندك، وهو مجال جديد بالنسبه لك، وتقدر تبيع مثلا الناس؟ مش هتلاقي نفسك بتقول لا ما اقدرش من الاول، هتلاقي نفسك في عقلك ابتدى يتبرمج ان ايه ده، طب هو نفس زي الضغط انا اخدت وقت فيه عشان خاطر احسن نفسي، ما هو نفس الكلام هنا. فهتلاقي لغتك